تعالى اقولك على طريقتي اللي بنضف بيها البوتاجاز وايدي مش بتلمس البوتاجاز خالص. في الاول السلام عليكم، للي ما يعرفنيش معكم ميسا. شايفين طبعا انتوا الفرش دي بتتباع عند اي حد بتاع ادوات منزليه، بيبقوا 3 مع بعض، التلاتة تقريبا ب15 ب20 مش عارفه. بيبقى واحده ناعمه، فرشه ناعمه، واتنين سلك، يعني واحده سلك ضعيف كده، وواحده سلك متين شويه. بتجيبي بقى الليفه السلك بتاعتك اللي هي دي، وبتشبكي فيها الفرشة كده، وبتدعكي بيها بقى البوتاجاز. حتت بقى اللي هي بتبقى يعني متدارية دي اللي عايزة دعك، بتدعكيها بيها. وزي ما انت شايفة كده ايديكي هي ناشفة، ما فيهاش اي صابون، وما لمسناش الصابون، ما لمسناش البوتاجاز. ضوافرنا حافظنا عليها. الناس اللي هي بتحب تحافظ على ضوافرها من غسيل البوتاجاز وكده. وزي ما انتوا شفتوا السلكة شبكت في الفرشة. وممكن كمان نغسل بيها العيون، مش جسم البوتاجاز بس، والعيون زي ما انتم شايفين ايدينا هي حافظنا عليها ما شاء الله. كمان تنفع جدا معاكي لو انت عايزه تصبني سيراميك المطبخ او سيراميك الحمام، برضو ممكن تعمليهم بالطريقه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بقى الفيديو متنسونيش في اللايك والشير. بحبكم كتير كتير، والسلام عليكم.